ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده احكي لكم عن غزوة بدر. كانت اول غزوات شهر رمضان، وكانت بداية انتصارات المسلمين. غزوة بدر حصلت في العام التالي من الهجرة، وكان سببها سميع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان في قافلة جاية لقريش من الشام محملة بالنقود والبضائع يقودها ابو سفيان. طلب النبي من مجموعة من المسلمين انهم يروحوا ياخذوا القافلة بدل القافلة اللي استولى عليها كفار قريش من المسلمين لما حجروا مكة المكرمة. حضروا الغزوة ديت مع النبي كبار الصحابة زي أبو طالب، أبي بكر الصديق، وحمزة بن عبد المطلب، وعلي ابن أبي طالب، وعمر بن الخطاب اللي احنا أكدنا عليه في المرة اللي فاتت. وكان عدد الجيش من المسلمين 340، أما عدد الكفار فكان 1000. وأغرب حاجة حصلت إن الملائكة شاركت في المعركة دي استجابة لدعاء النبي، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. استشهد منهم 14 شخص، أما المشركين قتل منه 70 وأسر منه 70. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن غزوة بدر. استنوني في حلقات جديدة من رمضان كريم مع نور كريم، ومتنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات. تابعوني على كل المنصات بتاعتي، هتوحشوني. مع السلامة. رمضان وحاوي